ترتيب و... و... وأجواء المباراة كأنك تشاهد المباراة على الشاشة مثلما أنا أشاهد المباراة على الشاشة. تشعر بأن المباراة قادمة من دولة كروية كبيرة في دوري كبير، وتشعر أن المباراة منظمة للغاية، منظمة بدقة. انت في بعض الامور الصغيرة اللي ممكن تشوف فيها ما في حركة هنا، ما ادري ذاك رايح واثنين جايين وسبعة طالعين وخمسة يسولفون واربعة ما ادري ايش بلاها، ما في تنظيم راقي على مستوى عالي. فتحية للمغرب، كل المغرب، للاتحاد المحلي في المغرب وللمغاربة على هذا التنظيم وعلى النقل الرائع. هكذا تنقل مباريات كرة القدم للعالم أجمع، هذا الشكل الجميل والتنظيم الجميل والنقل الرائع هكذا، والملعب الجميل وال45,000 متفرج والأهداف الثلاثة وظهور وتألق داني ألفيش والسوبر الفرنسي هنا في طنجة بهذا الشكل الجميل المنظم. نسعد في غاية السعادة عندما نشاهد. شوف الملعب قدامك، رجال الأمن بدأ ما في المضمار اللي انت بصدده في بعض الدول، وللاسف يعني بعض ملاعبنا العربيه للاسف الشديد تلاقي ذاك يسولف مع ذي و10 جايين مني واربعه ما. شوف الموضوع حتى في المقصوره الرئيسيه كل شيء منظم بالتمام والكمال. ان شاء الله مبارك حق ابو غانم. تحدثنا عن خلاص المدينة العربية اللي قبل لا انسى، المدينة العربية طنجة، المدينة العربية عروس الشمال تنجح وبامتياز في استضافة هذه المباراة، والحكم الناجح العربي المغربي نور الدين الجعفري ينجح في إدارة هذه المباراة، والمنظمين اللي انجحوا في تنظيم هذه المباراة. لاحظ المشهد أمامك بهذا التنظيم الجميل لهذه المباراة النهائية ما بين باريس سان جيرمان وموناكو الفرنسي. أيها الأحبة في كل مكان، الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلي مهند جالي. سبسكرايب يا غليم.